السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم طبق ديال الرز بالدجاج. المهم هنا خديت البرمة، درت فيها الماء، درت فيها 2 عويدات ديال الازير، عويه ديال الزعتر ووريقات سيدنا موسى. غندوزو ان شاء الله هنا الاقامه. درت شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم، شويه خرقوم بلدي، شويه ديال السكنجبير، الملحه، الربيع مقطع، شويه ديال الزعتر، الثومه محكوكه، زيت الزيتون. هنا درت فخيضات ديال الدجاج. هنا الروز سلقته نص سلقه. غناخد هادوك الفخيضات وغادي نرقدهم في هاد الإقامة مزيان. غنرقدهم كيف ما قلت لكم. بالنسبه للعطريه راني درت تحمير، شويه تحميره، شويه السكنجبير، شويه د الخرقوم، شويه د الملح، شويه الثومه محكوكه، شويه زيت العود، ربيع مقطع، وشويه ديال الزعتر. صافي هادي هي. ودرت واحد شويه د الماء باش خلط هاد العطريه. صافي دابا غنجيب الكسكاس اللي غنحطو فوق من هاد فوق البرمه. غندير واحد ورقه سيدنا موسى اللي ديجا غسلتهم، وغنبدا نقاد في الفخيضات ديال الدجاج. هنا يمكن لكم تستعملوا اي قطع ديال الدجاج، يمكن لكم تاخذوا دجاجه تقطعوها، يمكن لكم نص دجاجه، القياس اللي عندكم نتوما ديال الدجاج او على حساب افراد الاسره ديالكم. فانا هنا كيعجبني ندير هذا الرز مع بالفخيضات ديال الدجاج. هذاك الشيء علاش. وانتم كيبقى لكم الاختيار. صافي غادي نقاد هاد الفخيضات. بالنسبه يعني العطريه اللي بقات ليا غادي ندير ليه. هنا عندي فلافل حمراء مقطعه، الا كانت عندكم حتى الخضراء والصفراء مقطعين ديروهم. بما انا كانت عندي متوفره الحمراء بكميه كثيره، كنت قطعتها وحطيتها في الفريغو. هنا بالنسبه للخضر عندي بطاطا مقطعه، عندي خيزو، عندي قرعه. يمكن لكم تضيفوا جلبانه، اي نوع تاع الخضره بغيتو تضيفوه غتضيفوه. لوبيا خضراء الا كانت عندكم، جلبانه، اي نوع تاع الخضره كتفضلوا. صافي قطعتهم كيف ما قلت لكم. هنا غادي نزيد الرز. غنزيد الرز وغادي نخلط هاد المكونات مزيان مزيان، وفي نفس الوقت نذوق، نشوف واش الملحه هي هذيك، واش ناقصه. صافي يعني حتى كنشوف الملح هو هذاك. صافي كناخذ هذاك الرز كنخويه فوق من دوك الفخيضات ديال الدجاج. صافي كنسد يعني كنغطي الكسكاس من الفوق وكنديروها طيب. مده طهي تقريبا كتاخذ ليه واحد ساعه الا ربع. الطبق ديالنا النهائي هو هذا. صراحه كيطيب كيجي غزال. كنتمنى انكم تجربوه بالصحه والراحه. بصحه وراحه. شكرا لكم على التشجيع ديالكم، وفي فيديو قادم ان شاء الله.